التشبيب التي يتبعها جمال بالماضي، رايك في المجموعه الحاليه للمنتخب الجزائري وحظوظ ايضا الفرق المغاربيه، نحكي الان على تونس، على المغرب، على مصر، خاصه المغرب الذي بلغ نصف نهائي مونديال قطر 2022 ومطالب بالتاكيد في الكان. الظروف ستكون مختلفه اكيد، ليست مثل قطر، يعني كوت ديفوار ليست نفس الظروف طبعا. اعتقد بان حظوظ المنتخبات المغاربيه اوفر واكبر بكثير، وعلى راسهم المغرب، هذا ولا واحد يقدر يشك فيها ويتراجع عنه. بعدين ياتي كليه بنفس الحظوظ مصر والجزائر وتونس، لكن المغرب يبقى الاوفر حظا نظريا وعلى الورق. انت تعرف ظروف افريقيا مختلفه تماما عن الظروف اللي لعبت فيها مونديال قطر. تنظيم كأس افريقيا للامم، كابتن رسمي الجزائري ينسحب من تنظيم كأس افريقيا للامم سويعات قبل الاعلان على البلدان المنظمه للمسابقه. نحكيو هنا على نسخ 2025 و2027، قرار حكينا عليه البارح. انت كنت ضد قرار الجزائر، قلت انه القرار هذايا الحقيقه انت ما عجبكش. محمد انت معاه ولا ضد قبل ما نمشيو لضيفنا؟ بون احنا نعرفوا، شوف من غير تحليل، اعطيني معاه ولا ضد؟ مع الانسحاب. لماذا؟ لحفظ ماء الوجه حسب خاطر واحد كي يعرف الامور محسومه بالضبط. به هات ناخذوا راي اخر، راي مذيع قنوات بين سبورتس المعروف لدى الجمهور التونسي حفيظ دراجي. سي حفيظ اهلا وسهلا بك، مرحبا. مرحبا بك سي امين، ومرحبا بك بضيوفك، ومرحبا كذلك بكل المستمعين الكرام. سعيد كالعاده بوجودي معكم. مرحبا. سعداء جدا لقبولك الدعوه. كنت تسمع انه كابتن خالد حسني كان ضد القرار هذا، الانسحاب من تنظيم كأس افريقيا للامم. الكابتن محمد سلامه مع القرار هذا لانه الامور تبدو محسومه، وانت حكيت على الكواليس، حكيت على فوز المغرب بتنظيم كأس افريقيا للامم 2025. هل انت سيد استاذ العزيز حفيظ دراجي مع الانسحاب او ضد؟ نحب نعرفوا رايك. معه من زمان، واللي ضد يجب ان نحترم رايه، ولكن لما يسمع ما اقول ممكن يغير رايه. اعتقد انه انا شخصيا كنت اتمنى ان يتم الانسحاب من قبل، من زمان، يعني منذ اكثر من سنه. انا شخصيا كنت اتحدث الكثير من الاعلاميين في الجزائر وفي المغرب وفي تونس وفي كثير من بلاد افريقيا، كانوا يتحدثون عن ان الامور حسمت قبل ان تقدم وقبل ان تتقدم البلدان بترشيحاتها، حسمت قبل ان تتم زيارات التفتيش، وحسمت ايضا قبل ان يتم التصويت اللي راح يكون غدا الاربعاء في القاهره، من خلال التسريبات اللي نعرفوها كلنا، ومن خلال حتى تصريح رئيس الاتحاد المغربي في البرلمان المغربي عندما قال لهم بان المغرب ستنظم، قال بهكذا حرف، المغرب كما تعلمون ستنظم نهائيات كاس افريقيا 2025. كان على الاتحاد الجزائري ان يعلن انسحابه مدة تعبيرا عن رفضه للاعب يعتقد الجزائريون بانها موجوده على مستوى الكاف، وتعرف بان الجزائر ضعفت في السنوات القليله الماضيه على مستوى التمثيل في القاره الافريقيه، وهذا امر طبيعي جدا، لان الدنيا هكذا دواره، نقولوا يوم لك ويوم عليك. لا يجب ان نبكي على هذا، بل بالعكس، برافو اللي يتمكن من انه يفوز بحرب الكواليس، وبرافو على اللي يقدر يفوز ايضا بالنفوذ، الله يسهل عليه. ولكن بالنسبه للجزائريين مع ظهور مكتب جديد ورئيس جديد اتضح بانه تنظيم كاس افريقيا ليس من اولوياته، لانه الخطا كان من الاول. تعرف بانه كاس افريقيا 2025 ستاتي شهر بعد انتخابات الرئاسه في الجزائر، وتاتي شهران بعد انتخابات رئيس جديد للاتحاد الجزائري في مارس 2025. هذه المعطيات كافيه لكي الجزائري او الاتحاد الجزائري يعبر، ينسحب. ليس هو الاول ولا الاخير، الناس انسحبت من تنظيم اولمبياد وتنظيم كاس العالم وتنظيم كؤوس افريقيا وبطولات كثيره جدا. الامر انا بالنسبه لي عادي وطبيعي جدا. كنت مستاء نوعا ما انت ممكن من تصريح فوزي لكجع امام البرلمان المغربي عندما كان يتحدث بكل ثقه، حكى على مركب فاسلي، قال سيحتضن مباريات كاس افريقيا للامم، وطالبت ممكن حتى انه الاتحاد الجزائري يشكو هذا للكاف. طلبت انه ينسحب لانه اخلاقيا لا يجوز، يعني حتى ولو انت متاكد، انا متاكد وهو متاكد والناس كلنا متاكدين بان كاس افريقيا راح تكون 2025 راح تكون في المغرب. حتى ولو كنت متاكد باعتبارك عضو في اللجنه التنفيذيه للكونفدراليه تحافظ على اخلاقيات الممارسه، فيجب عليك الا تصرح بهكذا تصريح. تحاول ان تقنع برنامجك مثل ما شئت، لكن ان تعلن صراحه وتقول لهم
كما تعلمون فإن الاتحاد المغربي سينظم كأس أفريقيا، أعتقد بأنه خرجنا عن القواعد. به هات نحكي أستاذ حفيظ على ملف الجزائر. ما هي النقائص حسب رأيك في ملف الجزائر مقارنة بملف المغرب؟ والمغرب يعني تعودت على التنظيم في السنوات الأخيرة، تظاهرات عالمية، مونديال الأندية. الجزائر ربما عادت للساحة من خلال تنظيم الشان. شنو اللي ينقص الجزائر، خاصة أنه برشا حديث على ممكن على نزل في البنية التحتية، ملاعب تدريب، ولو أنه الملاعب اللي تم تشييدها مؤخرا كانت ملاعب ممتازة، نحكيو على نيلسون مانديلا، على تيزي وزو، ملاعب حقيقة على أعلى مستوى في الجزائر. أنا هنا لست في مقام المقاربة أو المقارنة بين الجزائر والمغرب أو الجزائر وأي بلد آخر. أنا فقط كنت أتمنى أن تتم الأمور بكل نزاهة، والأعضاء اللجنة التنفيذية يختاروا مثل ما شاءوا، ولا يكون فيه ضجيج ولا حديث ولا تسريبات من سنة على أن البطولة ستكون في المغرب والثانية تكون في بلد ثاني. أنا أتحدث عن أخلاقيات معينة نعرف بأنه فيه لعبة كواليس، وهذا أمر عادي، نعود نذكر بأنه أمر عادي. ولكن الجزائر يا سيدي نظمت في ظرف 6 أشهر ألعاب متوسطية وألعاب عربية، وأنت تعرف ألعاب متوسطية وعربية هي فيها 3000 رياضي، يعني أكبر من تنظيم بطولة كأس أفريقيا. كأس أفريقيا كم فيها؟ 24 نادي في 50 في 100 شخص يا سيدي، راهم شحال يكونوا 2000. لكن إشعاع أكبر. الألعاب العربية والمتوسطية أنا معك، نتكلم عن العدد والتعداد والقدرة على تحمل هذه التبعات. فأعتقد بأنه الجزائر إمكانياتها اليوم أكبر من إمكانيات الكاميرون في الدورة السادسة حتى الآن. هذا واضح طبعا. الكاميرون الجزائر أكبر من إمكانيات كوت ديفوار اللي لحد الآن قبل 3 أشهر الملعب الرئيسي لم يجهز بعد. أنا شفناه في مباراة ودية ألغيت المباراة التي كانت مقررة فيه. فما تقوليش بأنه هي قضية إمكانيات. الجزائر وتونس ومصر والمغرب وجنوب افريقيا هذو كلهم عندهم امكانيات باش ينظموا. قضيه ليست قضيه امكانيات. حاليا تونس لا استاذ حفيظ، حاليا تونس لا استاذ حفيظ، عندنا ازمه على مستوى البنيه التحتيه. اليوم ممكن لا لانه العدد صار اكبر والظروف تاع تونس مختلفه شويه، لانه ما ننسى بانه عدد المنتخبات صار اكبر. تونس نظمت في 2004 والجزائر في 1990 كانوا 8 منتخبات. تونس اعتقد كانوا 16 4 مجموعات، 4 فرق كل مجموعه. كانوا 16 في 2004. وكانت الملاعب حاله اخرى وكانت البنيه التحتيه افضل. كانت الامور مختلفه تماما. وبعدين بافريقيا وشفنا بطولات نظمت في ويعرف الكابتن نظمت في لا فنادق ولا ملاعب ولا ملاعب تدريب. ما تقول لي. وبعدين الجزائر نظمت الشام هي بطوله افريقيا مصغره، نفس عدد المنتخبات والملاعب كانت ما شاء الله والفنادق موجوده. ما اعتقدش بان الامور، وانا هنا لست للمقارنه. يعني كان ممكن نتقاسم كلنا الدورات الثلاث القادمه، يعني الجزائر والمغرب والسنغال. السنغال ظهرت مؤخرا ونيجيريا والبنين. كان ممكن يكون فيه مش تقاسم الكوكا، يكون فيه تناغم وانسجام وتفاهم على انه يلا انت تونس خذ هذه وانا ناخذ اللي بعدك وانت خذ هذه، ويكون فيه توافق لاسره كرويه واحده. الكابتن عنده سؤال يحب يتفاعل معك استاذ. استاذ حبيبي، شو احوالك؟ لاباس خويا؟ حبيبي خويا، حضر رايك ولا غيرت رايك ولا لسه؟ نعم، غيرت رايك ولا لسه؟ غيرت رايك ولا لسه؟ لا ما غيرت رايي. انت تعرفني وعشت ما بعد في بين وحتى قبل بين. ربي يفضلك. شو انا بالنسبه لي انا الخطا في انني لا وش خطا فيك؟ لا وش خطا فيك؟ لا هو حريه الراي، كل واحد يحترم رايه ويحترم حتى انا بالنسبه لي انا كالجزائر كبلد كبير وكتاريخ وكذا، عملت ثورة في تشييد المنشآت الرياضية أول مرة في تاريخ الجزائر. ثورة كبيرة بمواصفات عالمية. أوكي، إذا هذه المنشآت ستبقى للاستقطاب التظاهرات مش المحلية، معناها الإفريقية القارية بس، هذا معناها بالنسبة لي أنا خطأ كبير وكبير جدا. لماذا أقول هذا؟ لأن المنشآت اللي عملتها الجزائر هي لاستقطاب تظاهرات دولية وعالمية، وليست معناها شان ولا كذا. مثلا كأس عالم الأندية، مثلا كؤوس العالم اللي تحت 16 17 18. لماذا أقول هذا؟ لأن الدبلوماسية الرياضية هي تسويق لصورة الكرة الجزائرية.
اذا انا مش ننسحب كل مرة ونقول أنا ما معناها النتيجة معروفة من قبل وكذا وكذا، فهذا عنوان بالنسبة لي أنا، وسامحني يا أستاذ حفيظ، بالنسبة لي أنا هذا عنوان الفشل الذريع عن الدفاع على الملف الجزائري. لأن حتى ولو نعرف أنا مسبقا أن الأمور ماشية في اتجاه آخر، يلزمني نكون حاضر ويلزمني ندافع على الملف نتاعي. لماذا؟ لأن حان الوقت للجزائر، حان الوقت. ما عندكمش دبلوماسية رياضية، ما فماش كيفاش تسوقوا انتم صورة معناها بريقة للكرة الجزائرية في العالم. إذا هذه الصورة بتسويق هذه الصورة ستكتسبون الدبلوماسية الرياضية، وتكون لكم الجزائر مع تأثيرات كبرى وكبرى، مش على الكرة بركة، حتى على أمور أخرى جيوستراتيجية. هذا هو معناه، لا أكثر ولا أقل. أنا عملت معناه وأخيرا عملت كل هذا المجهود وكل الانفستيسمون والاستثمار والتمويل وكل باش في الآخر أنا ننسحب. أنا هذا هو رأيي، أنا لست موافقا، أنا لا أنسحب. ندخل المباراة حتى ولو مش نخسر، ولكن لازم تكون الجزائر موجودة. اي رايك محترم، وانت تتكلم بشكل نظري يعني بعيدا عن كل الخصوصيات الموجوده، انت تتكلم نظريا ومعك حق، ولكن عمليا فوق ارضيه الميدان الامر مختلف تماما. وبعدين صوره الجزائر اعتقد بانها سوقت بشكل جيد بمناسبه الالعاب البحر الابيض المتوسط، لانه حضور عربي وحضور اوروبي. سوقت ايضا بمناسبه الالعاب العربيه لانه حضور عربي كبير من المشرق الى المغرب. سوقت كذلك في كان 2017 كان اقل من 17 سنه، سوقت في الشام. اما على مستوى الكان فالامر مختلف تماما، وهناك حسابات اخرى. انا معك باننا لم نحسن ولا نحسن كيف نسوق لصورتنا وكيف نسوق للكثير من الايجابيات سواء في الداخل او في الخارج، ولكن هذا لا يعني بأنك تدخل حرب خاسرة. أنا في البداية قلت لك بأنه أنا كنت أتمنى أن يتم الانسحاب قبل سنة أو سنة ونصف من قبل، لأنه كنا عارفين بأن الأمر متوجه نحو هذا الأمر وعارفين الكاف إلى أين يتوجه. أما أن تقول لي بأنه شيدنا كل هذه المرافق من أجل تنظيم كأس أفريقيا، لا أعتقد يا كابتن. لا شو أستاذ أولادنا معناها سامحني، لا اوكي لا ايه معناها شو استاذ حفيظ، ما تفهمنيش بالغلط. هو هذا مكسب الساعه، لا هو مكسب لكره القدم الجزائريه والرياضه الجزائريه عامه. ولكن انت قبل في تفسيرك استاذ تقول ان الكان لو الجزائر كانت تاخذ كان ما يجي في الوقت نتاع الانتخابات الرئاسيه ومانيش عارف. هي هذا كل كانوا الانسان اللي قبل ما يقدم الملف كان عارف على هذه المواعيد معناها الهامه وهامه جدا بالنسبه للحياه السياسيه او الرياضيه الجزائريه. هذا هو معناه سوء تقدير. سوء تقدير. بارك الله فيك استاذ، يعيش.